بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فاسيب اللي في ايدك واستهدى بالله، مفيش حاجه مستاهله. بسم الله الرحمن اتوكل على الله على طول. بسم الله. يزيد فضلك يا حبيبي. حافظ على التليفون افضل. حبيبي ولا يهمك ولا يهمك. كل من هو مسك التليفون وقع منه واحد. ودي ساعه اللي خبيتها دي. تصدق اصل لقيته بيعمل كده. لا والله مش عادي. مفيش مشكله يا سيدي ولا يهمك ولا يهمك. انا في الحفظ والسنه سليمانيه جنبينا. طيب فاحنا بنشرح ازاي او المراجعه دي هتتم ازاي ان شاء الله. هنجيب كل واحده نشرح كل النوتس، الكلمات المهمه اللي فيها افكار، ثم نشرح القاعده بكل تفاصيلها ونلخصها ملخص جميل جدا، وبعد كده ننتقل نحل عليها ايه؟ نحل عليها في المذكره لحد ما نجيب ال 12 وحده. خدوا مننا بقى اسبوعين 3 شهر الله المستعان. المراجعه اللي بعدها بقى نبقى بنحل بقى مذكرات، نشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي في اخر ايه كام شهر دول. بس انت كنت كل مره بتجيب نقطه ما طلعش في النقط اللي والله شوق ولا تدور. لو رميت كل اوراقي مره واحده. كنت ببقى مستنيها مثلا تقولها عليك بتقول نقاط تانية اصلا انت ما قلتهاش قبل كده. ايه رايك؟ مفاجاه. ودي فايده المذاكره باستمرار بفضل الله ان انا لحد هذه اللحظه لم انقطع المذاكره يعني. فانا ذات نفسي بقعد ادعبس في المراجع، مراجع ميته عشان حد بس هي موجوده. طبعا موجوده، فالله المستعان. المهم الوحده الثانيه هي من الوحدات المتفرعه شويه مش زي الوحده الاولى. ليه؟ الوحده الاولى الدرس الاول احنا اتفقنا احنا عندنا 12 وحده، كل وحده درسين، يعني عندي 24 درس، كل درس قاعده. الوحده الاولى قاعده الدرس الاول مرتبطه بقاعده الدرس الثاني، فكنا نقدر نعمل لها ملخص شامل ونقول دي قاعده الوحده الاولى. ليه؟ لان دي مرتبطه بدي. يعني مثلا ايه؟ المضارع التام، المضارع التام المستمر، في الماضي البسيط، كلها ازمنه. الوحده الثانيه مش كده. الوحده الثانيه الدرس الاول بيتكلم في الماضي، الدرس الاول بيتكلم في الماضي. طب الدرس الثاني بيتكلم في الصفه، يعني الدرس الاول بيتكلم في الماضي البسيط والماضي التام ومش عارف ايه. طب الدرس الثاني لا، داخل بقى في المقارنه والتفضيل، فدي قاعده ودي قاعده، فما ينفعش ان احنا نلخصهم مع بعض ونقول ايه دي خلاصه الوحده الثانيه. فانا هشرح الدرس الاول لوحده وهشرح الدرس الثاني لوحده، هنعمل ده ملخص وده ملخص. جميل جدا. طيب ايه اللي انا محتاج ابداه؟ البيزك. الدرس الاول عشان تبدا بسم الله كده محتاج البيزك. ايه البيزك؟ يعني ايه الحد الادنى اللي انت المفروض دلوقتي تكون قاعد عارفه؟ الحد الادنى هو تكوين ونفي والسؤال والمبني المجهول على ازمنه الماضي الاربعه. ده الحد الادنى عشان تتقن الوحده الثانيه. يعني الوحده الثانيه بتتكلم من ايه؟ مقارنه ما بين الماضي البسيط، الماضي المستمر، الماضي التام المستمر. مفيش الماضي المستمر لان الماضي المستمر اتعمل مقارنه في الوحده الاولى. فالمقارنه المره دي بقى ايه؟ الماضي البسيط مع التام، والتركيز على التام مش على البسيط، يعني التركيز على الماضي التام. يبقى هدف الوحده الثانيه اتقان الماضي التام. الحد الادنى ايه تاني؟ تكوين، نفي، سؤال، استخدام، تكوين الاستخدام كده كده هو ده اللي هنشرحه اصلا. نفي، سؤال، مبني للمجهول. فتعالى نبدا بالحد الادنى الاول نشوف دول. المفروض طبعا اخش في الموضوع على طول اقارن في الاستخدامات بس عشان ما تتوهوش مني. نبدا الاول اهو بفعل بسيط خالص اهو. اذكركم بس بالايه؟ اذكركم بس بالنقطه دي بحيث ان انا ابقى ماشي على رتم ايه؟ ابقى ماشي على رتم ثابت بس. بسم الله بالسلام يا حبيبي. المهم فعندي مثلا بيقول لك ايه؟ ادي ساره وبلاي وتنس. ساره بنتنا بتلعب تنس، حلو الكلام. تعال نحولها لايه؟ للحد الادنى بتاعنا. الحد الادنى بتاعنا اللي هو ايه؟ ازمنه الماضي الايه؟ الاربعه هم. دول اللي لازم قبل ما نبدا في اي مقارنه اجي اقول لك مثلا كذا بيستخدم في كذا وكذا بيستخدم في كذا. انت مش عارف كذا هتعرف ازاي تقارن؟ هي دي النقطه. فنبدا بالماضي البسيط. فاكر يا روان؟ فاكر الماضي البسيط؟ التصريف الثاني اللي هو فعل مضاف له اي دي او فعل غير منتظم على حسب. جميل. فعل في التصريف الثاني زي went، زي studied، زي ate، زي received، زي sent، زي played. فعل في التصريف الثاني اللي هو تقريبا 60% من الافعال بتاخد اي دي والباقي غير منتظم. جميل جدا. طيب ده بالنسبه للماضي البسيط. بالنسبه للماضي المستمر ايه يا حبيبي؟ الماضي المستمر was او were زائد فعل مضاف له ING. تمام؟
يبقى سارة was playing، احمد was eating، we were studying، وهكذا. ادي الماضي المستمر. الماضي التام جميل جدا، هاد والتصريف الثالث. طبعا انت لو لحد هذه اللحظه الامتحان فضل له شهرين والحد الادنى مش معاك، انت في كارثه. مش كارثه ان انت ضعيف او قوي او كده، لا، انت كانك مش بتعمل حاجه في ال10 شهور اللي فاتوا او ايا كان بقالنا كام شهر. فالحد الادنى ده لازم يكون معاه، ده الحد الادنى من اي قاعده، عشان زي ما سليمان قال لك كده كل مره بتضيف لنا نقطه عاليه بنقعد نعلى، طبيعي لازم ايه نقعد نضيف نقاط اعلى مع الوقت. المهم يبقى هادوا التصريف الثالث. اخر واحد الماضي التام المستمر، ها هاد ثم بين ثم الاي ان جي. ده كده الحد الادنى اللي قبل ما اشرح الوحده الثانيه لازم تكون معاك. ده لازم اجي اقول لك كده خلي بالك بقى، ماضي بسيط مع ماضي بسيط يديني كذا. ايوه ثانيه واحده لحظه كده، ايه الماضي البسيط ده اصلا؟ ده فعل في التصريف الثاني. وماضي مستمر لما يتقابل مع ماضي بسيط يعمل كذا. لحظه، ايه الماضي المستمر ده؟ والماضي التام ما ينفعش يجي مع الماضي البسيط الا في حاله كذا. ايوه لحظه، ايه ده وايه ده؟ كده لازم تكون معاك الحد الادنى. جميل جدا. ايه اللي بعد كده؟ النفي. يبقى انت عرفت تكويناتهم الاربعه. ايه اللي بعد كده؟ النفي. مين في الماضي البسيط؟ حد فاكر؟ هي didn't، ولو سكتت تبقى خطا. ليه؟ لان لابد ان didn't تطير الاي دي، فهي didn't. جميل جدا. وبنطير الاي دي. ثم ننتقل للشق الثاني. كلهم بقى سهلين. was بتبقى wasn't، had بتبقى hadn't، had بتبقى had. مفيش في دي اي مشكله. يبقى كلهم نفيهم ايه؟ واحد. يبقى انت كده جبت اول شق وثاني شق. الشق الثالث السؤال. خلاص عرفت didn't، wasn't، hadn't. السؤال بتاخد هذا المساعد تحطه في الاول مكان ساره، فبدل ساره didn't تبقى didn't ساره، تبقى did ساره play، was ساره playing، had ساره played، وهكذا. ادي بمنتهى البساطه السؤال. ايه اللي ممكن يلعب عليه ويلخبط؟ المبني المجهول. ايه اللي ممكن يلعب عليه ويلخبط؟ المبني المجهول. لازم يكون عندك ادراك عن المبني المجهول. ايه الفرق بين المبني المعلوم والمجهول؟ عكس، بدل الفاعل بتبدا بالمفعول ويسمى نائب فاعل زي ما بنقول في الاعراب، ولكن الانجليزي ما فيهوش اعراب. يبقى ادي باي ساره في الاخر وادي تنس في الاول. المبني المجهول قاعدته ثابته، بي والتصريف الثالث، التصريف الثالث من الفاعل. يبقى كلهم هيبقوا ايه؟ بلايد. كلهم هيبقوا بلايد. الاختلاف هيبقى في مين يا باشا؟ في بي. هتعمل ايه في بي؟ هتحطه في الحد الادنى اللي هو التكوين. بي في الماضي البسيط بيتحول للتصريف الثاني اللي هو was او وير. يبقى لما اجي اقول لك was were واي ان جي ده ماضي مستمر. لما اجي اقول لك was واي دي ده ماضي بسيط مبني المجهول. لو انت هنا يبقى انت مثلا مستواك في القواعد 70 80%. لو انت بتشوف التكوين فبتميزه. طب امتى اوصل ل 90%؟ لو بتميزه وتعرف الفرق في المعنى، اللي هو ان ده ماضي مستمر فده فاعل، انما ده ماضي بسيط فده مفعول يا باشا. لو مخك اول ما قرات الجمله، يعني من غير، انا مش هكتب تنس ومش هكتب صار، انا هكتب بس ووز بلايد من غير فاعل ومفعول. لو مخك اول ما شاف ووز بلايد اول حاجه جت في دماغك دي مبنيه للمجهول في الماضي البسيط تدل على ان اللي قبلها مفعول، خلاص كده انت زي الفل، انت ماشي في السليم. طيب نبني للمجهول في الماضي المستمر ما بيجيش كتير بس موجود. نبني المجهول في الماضي المستمر، احنا اتفقنا ان القاعده بي والتصريف الثالث. حط بي في الماضي المستمر. فين الماضي المستمر؟ was واي ان جي، was واي ان جي. ادي was وادي الاي ان جي. يبقى was aware being والاي ان جي وبلايد زي ما هي. طبعا دي واضحه جدا. was being والتصريف الثالث هتبقى واضحه جدا. ده ماضي مستمر. ليه؟ مفيش زمن شبهه، هو التشابه بس هنا وهنا. was played was playing هنا تشابه، انما هل was being played دي في تشابه؟ لا مفيش تشابه. فدي صيغه بتحفظ زي ما هي. يبقى لما تلاقي was being والتصريف الثالث بتيجي من ضمن القواعد المتكرره. واضحه جدا برضو. الماضي التام برضو بي والتصريف الثالث، التصريف الثالث بلاي. بي لما يتحط في الماضي التام had been. هرجع واقول لك زي ما كنت تركز ما بين دي وما بين دي، had been played
وهاد بين بلاينج، يبدا يلمس معاك. لو انت هنا فانت من الناس اللي وصلت ل 85% فما فوق، انت كويس جدا ماشي زي الفل. هاد بين بلاينج ده ماضي تام، هاد بين بلاينج ده تم مستمر. ايه الفرق؟ ده فاعل، اما اللي قبل ده هيبقى مفعول. خلي بالك لان هي دي الحاجات اللي بيشتغل بيها، ان هو عارف ان مش كل الناس بتتقن الازمنه بما فيه الكفايه، فبيلعب على المتشابهات. الماضي التام المستمر لا يبنى للمجهول. الماضي التام المستمر لا يبنى للمجهول. يعني ما جاتش على ده بس ماشي، لا يبنى للمجهول، الصيغه بتاعته تبقى متخلفه شويه، فهي لا تبنى للمجهول. المهم هتبقى 4 5 افعال في بعض، فمش ناقصه شلل اللي هي يعني. المهم فاحنا بالراحه خالص اهو. ايه اللي انت محتاج تعرفه؟ احنا هنا ما اتكلمناش في ايه؟ في استخدامات خالص. انا هنا بس بتكلم في الحد الادنى اللي هو انك تبص على الزمن تعرفه. اما انا هقارن لك ما بينهم ازاي واوصل لك لاعلى مستوى فيهم في الفهم العميق ازاي. الماضي البسيط اي دي، الماضي المستمر واز واي ان جي، الماضي التام هاد والتصريف الثالث، التام المستمر هاد بين والاي ان جي. هذا 4. المبني المجهول بتاعهم لازم تكون عارفه، ان الماضي البسيط واز والاي دي، وتفرق بينه وبين ده عشان بقول لك النقاط اللي ممكن تيجي وتلخبط اهي. واز واي دي غير واز واي ان جي، دي مستمر انما دي ماضي بسيط مبني المجهول. واز بينج واي دي لازم تحفظ الصيغه دي، ماضي مستمر مبني المجهول. هاد بين واي ان جي ده ماضي تام مستمر، انما هاد بين واي دي ده ماضي تام مبني المجهول. ده اللي بنسميه الحد الادنى. يعني ايه الحد الادنى؟ يعني ده ما ينفعش في هذه اللحظه تكون قاعد قدامي ما تكونش عارف دول. انا مش بشرحهم دلوقتي، انا شرحت اجزاء منهم، انا المفروض براجعهم لك، بقول لك فاكر كذا، فانت المفروض قاعد قدامي فاكر ده. ولو مش فاكر فدي فرصه اخيره انك تفتكر، لان الكلام ده طبعا مش هيتشرح تاني. انا داخل دلوقتي اعمل ايه؟ انا جاي دلوقتي عشان اشرح الاستخدامات وليس التكوين والنفي والكلام ده. انا جاي اقارن ما بين الاستخدامات. حد عنده مشكله في دول؟ ماشي، مفيش وقت يكون عندك مشكله، هنخش في الموضوع على طول. نيجي بقى للي احنا ايه عايزين نشرحه كده. انا رجعت لك عليهم، تعالى بقى نبدا واحده واحده. طبعا ايه اللي يجي في ذهنك؟ شوف بقى، هي دي المشكله اهي. ليه بنقول ان القواعد هي واحده من اقوى العمليات الذهنيه؟ ركز معايا اهو. انا دلوقتي بقول لك الماضي التام يستخدم فيه. ايه اللي جه في دماغك دلوقتي؟ لازم يكون عندك صوره ذهنيه عن الماضي التام. شكله ايه؟ هذا التصريف الثالث. تخيل مثلا انت عمرك ما شفت قطه، وانا بقول لك القطه البريه بتتغذى على كذا، انت في دماغك ايه؟ ولا حاجه، ما انت ما فيش في دماغك القط. طب لو انت في دماغك انك شفت القطه البريه قبل كده، فاول ما المستر قال لك القطه البريه تتغذى على كذا، جه في دماغك كائن ضخم شويه مقارب لحجم الكلب، مش عارف ايه، ودانه طويله بتاع الصوره الذهنيه. فانا دلوقتي كنا بنكرر التكوينات ليه؟ عشان لما اجي اقول لك كده هنقارن ما بين الماضي التام والماضي البسيط. ايه الصوره اللي جت في دماغك؟ لو جه في دماغك هاد والتصريف الثالث وفي الناحيه الثانيه اي دي، كده انت ماشي في السليم. لو ما جاتش في دماغك وانا بشرح هتقع مني، فلا تلومن الا نفسك وشيطانك والهوى. المهم نرجع لوضتنا تاني. باي ادي اول استخدام للماضي التام. للماضي مين؟ التام. المهم باي يعني قبل، فيستخدم الماضي التام زي ما قلت لكم. الوحده الثانيه مركزه على الماضي التام اكتر. يستخدم الماضي التام ان نقول مثلا باي 7 قبل الساعه 7 كنت انا عملت حاجه، اي هاد فينيشت، خلصت. يبقى اول استخدام رئيسي مباشر متكرر جوهري للماضي التام هو ان في حدث قبل حدث. في حدث قبل حدث. طيب جميل جدا. لو شلت ده هتبقى ماضي بسيط، فساعتها مش هتبقى قبل، ساعتها هتبقى ات. الساعة 7 خلصت، الساعة 7 بدأت. I studied at 7، ذاكرت الساعة 7. انما باي 7 قبل 7 لا يا باشا، ده انا اي هاد فينيش، خلصت. فده يعتبر اول فرق جوهري ما بين الماضي البسيط وما بين الماضي التام. جميل جدا. طيب بيروح جايب لي كلمه اسمها باي ذا تايم، وكلمه اسمها بيفور، واللي راشقه في اي حاجه وين، دي راشقه في اي حاجه دي. المهم بيقول لي الكلمتين دول مالهم يا مستر؟ بيجي وراهم ماضي بسيط. يعني ايه يا باشا؟ يعني يقول لك بيفور اي وليكن مثلا سليبت، ماضي بسيط اهو، ثم بيجي وراهم ماضي تام، I had studied، كنت ذاكرت. يبقى ذاكر الاول ولا نام الاول؟ لا يا باشا، ذاكر الاول. طب لو شلت هاد من هنا وجبتهم الاثنين ماضي بسيط،
ذاكر الاول ولا نام الاول؟ ما نعرفش. قال لا، ما هو قال قال قبل ما انام ما نضمنوش. انما لما اكد وضاف ايه؟ وضاف هاد، لا كده خلاص انا اتاكدت مليار المية ان هو ذاكر الاول. ليه؟ اصل الماضي البسيط مع الماضي البسيط بيبقى تسلسل احداث. فانا ذاكرت ونمت، عارف انت اللي بيحكي حاجات كتير بقى كده، انا اكلت وشربت وذاكرت ونمت وطلعت ونزلت، ما نضمنوش برضه هل هو عمل كل الحاجات دي ولا لا، بس هو بيحكي لي سلسله جت ورا بعض. انما لما يقول I had studied، طالما في هاد مع فعل لازم يكون فعلا الفعل ده حصل الاول. طيب يبقى مين اللي بيجي ورا ماضي بسيط؟ باي ذا تايم وبيفور. ثم ماضي تام. جميل جدا. مين اللي بيجي ورا ماضي بسيط برضه؟ وين وهذا الرجل. نروح شادين كده وجايبين اخواتهم بقى التوأم التانيين اللي هم مين يا باشا؟ افتر واز سون از، والسهله اللي داخله في كل حاجه وين. هي راشقه في اي حاجه في اي مكان. بيجي وراهم يا باشا العكس، ماضي تام الاول ثم ماضي بسيط. ليه؟ اصل دول معناهم بعد، يبقى اللي جاي وراهم ولازم يكون هو اللي حصل ايه؟ الاول. يبقى نقول افتر اي هاد ستادد، بعد ما ذاكرت. النتيجه اي سليبت، انا نمت. يبقى انا ذاكرت الاول ثم نمت. لو شلت هاد برضه هتبقى تسلسل احداث، مش هنبقى عارفين هو ايه اللي حصل الاول، مش هنبقى عارفين ايه اللي حصل الاول. ثانيه تقصد تقول ان انا ممكن اجي مع افتر، هو ده بقى المشكله اهو، ان انا ممكن اجي مع افتر واجيب ماضي بسيط؟ ينفع. قال لا، طب ما هو كده لو جاب لي في الاختيارات تحت ماضي تام، ماضي كده تام وماضي بسيط، انت بتقول ان ينفع دي وينفع دي، انا ايه في الحاله اعمل دي؟ بص يا سيدي، احنا هنحط ليميت اهو، هنحط ليميت. الليميت بيقول ان بيفور ماضي بسيط مفيش في دي خلاف، وافتر ماضي تام مفيش في دي خلاف، الا ان يدخل في الموضوع شيء تاني. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه؟ مين اللي عامله الحوار ده كله؟ وين. هنوضحها على وين. لو قال لك وين دلوقتي يا مستر، انت بتقول وين ينفع يجي وراها البسيط الاول وهنا جاي لي وراها التام الاول، ما نعرف منين بقى؟ في الحاله اللي زي دي هيديك جمله ثالثه تعرفك هو مين اللي حصل الاول. يقول لك ايه؟ انا وصلت الاتوبيس arrived، انا وصلت اهو والاتوبيس ليفت. ها، ركبت ولا ما ركبتش؟ قال لك ركبت، يبقى انا هاد arrived، يبقى وين يجي وراها هاد مثلا. لا ده انا ما ركبتش الاتوبيس كان مشي، يبقى هاد ليفت. طب لو وصلت مشي، كلهم تسلسل احداث، كلهم اي دي. فهي الفكره هنا انه يديك جمله ثالثه. طب ما ادانيش جمله ثالثه، سابني عريان كده، جاب افتر وما ادانيش جمله ثالثه، يبقى افتر بيجي وراه ماضي تام نقطه. جاب بيفور وما ادانيش جمله ثالثه، يبقى بيفور بيجي وراها ماضي بسيط نقطه. احنا بنتكلم لو تدخلت جمله ثالثه غيرت المعنى، هي دي نقطه الفهم العميق. ما تدخلتش خلاص يا باشا، الثابت بتاعي ان افتر ماضي تام بيفور ماضي بسيط. ايوه، طب وين؟ لا، في وين لازم تخش جمله ثالثه، لازم، لان وين دي جايه مع كل الازمنه، فلا بد علشان اعرف مين بيودي على فين لازم تخش جمله ثالثه تعرفني مين اللي حصل الاول. دي تعتبر واحده. اتفضل. نفس الموضوع برضه. نفس الموضوع. ما انا هعرف منين اخد هاد ولا ما اخدش هاد؟ اعرف منين؟ تمام، جميل جدا. حد عنده مشكله في الفرق بين بيفور وافتر؟ هنوضح النقطه اهو. بيفور ماضي بسيط، افتر ماضي تام. حد عنده مشكله في دي؟ اثنين، وين مره يجي وراها بسيط مره يجي وراها تام، اعرف منين؟ هيديني جمله ثالثه تعرفني مين اللي حصل الاول. دول النقطتين اللي قلناهم اهو. حد عنده مشكله في النقطتين دول؟ ريلاكس واستهدى بالله، صحتك بالدنيا، مفيش حاجه مستاهله، كده كده اهم حاجه تكون بتصلي. المهم ده بالنسبه للنقطه الجميله دي. لحد ما تخش حبيبه الجماهير تل، اللي هي كلمه until، اللي بيجي قبلها يا باشا البسيط وبعدها التام. يقول لك I didn't go، ما مشيتش، till او until I had taken my money، اللي ما خدت فلوسي. ايه اللي حصل هنا يا مستر؟ جاي قبلها ماضي بسيط منفي نيجاتيف وبعدها ماضي تام. هل شرط انه لازم يكون نيجاتيف؟ لا، ممكن يكون سلبي بالمعنى.
I refused to go. رفضت ان اذهب. until I taken my money. حتى اخدت فلوسي. نيجي للمشكله اللي بعدها، ان يجوز احذف had. يجوز اقول I didn't go until I took my money. ينفع يجي وراها ماضي بسيط. ثانيه هتبقى زي وين ويديني جمله ثانيه توضح المعنى. لا، بيبقوا بنفس المعنى. اذا يجوز ورا تل ماضي بسيط او ماضي تام بنفس المعنى. طيب انا لو جات لي في الامتحان اختار ايه؟ ما انا بقى اهو، انا بجيب لك النقطه الاخيره اهو بقى. انا لو جات لي في الامتحان اختار ايه؟ اختار ماضي تام. يعني لو ماضي بسيط معاه في الاختيارات اختار التام؟ اختار التام. ادي واحد. اثنين، طب لو ماضي بسيط جاء واداني ايه وبي، تنفع ايه وبي وهتبقى صح والاثنين هيبقوا صح. طب لو جابهم وما جابش ايه وبي، جاب ماضي تام ماضي بسيط، الاقرب الماضي التام، الاقرب الماضي التام. ادي بمنتهى البساطه كلمه انطق. احنا بنجيب النقطه لاخرها، يعني ايه؟ بنجيب النقطه بخلافها يعني. كل نقطه بنوضح ايه المشكله اللي ممكن تواجهنا، ولكن هي تل بيجي وراها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط. جميل جدا. حد عنده مشكله في دي؟ واحده واحده صحتك بالدنيا. يبقى احنا لحد دلوقتي شرحنا 3 نقاط. نحط النقط على الحروف اهو. 3 نقاط ايه؟ انا مش حاسب دول بيزكس، دول انت المفروض قاعد عارفهم، تكوين ونفي ومبني المجهول، ده خلاص احنا هريناه كتير. انا بتكلم 3 نقاط. يعني ايه؟ باي بيجي وراها زمن ثم ماضي تام. 2 بيفور وافتر، الفرق ما بينهم. 3 خالتك الحاجه تل والاستاذه وين اللي داخلين لي في الزحمه دول. جميل جدا. نقطه خارجيه شويه. انت متعود مثلا ان اوريدي من علامات المضارع التام اللي هو هاف ثم التصريف الثالث. يقول لك I have already finished. افرض بقى قال لك في الاخر when I was young مثلا، ولا last year، ولا باي مش عارف ايه، راح لسعك زمن في الماضي، اداك زمن في الماضي، فساعتها اوريدي هتيجي مع الماضي التام. خلي بالك من النقطه دي بقى. علامات دي بقى ايه؟ علامات المضارع التام. طب انا مش فاكرها، ارجع بقى شوف الفيديو، لو ما لقيتوش عيط. علامات المضارع التام تاتي مع الماضي التام في حاله لو في علامه تدل على الماضي. تاني، جاست وريسنتلي واوريدي ويت، اللي هي الكلمات اللي شرحناها في الوحده الاولى تبع المضارع التام، تنفع تيجي في الماضي التام لو في علامه من علامات الماضي. اتمنى تكونوا فاكرين. برضه ما جاتش خالص يعني. بالراحه. الله يهديك. هديك مثال، صعبت عليا. هديك مع انه كنتش هعمل كده بس عشان خاطر سعيد. I have fixed the car. انا صلحت ايه؟ العربيه. حلو الكلام كده. خدنا مضارع تام ليه؟ عشان هيقول لك في الجمله اللي بعدها it is ready to go. العربيه جاهزه للايه؟ للمشيات. ده كان استخدام من استخدامات المضارع التام اللي شرحناه. افرض راح شايل ده ايه؟ وعمل كده اهو. it was ready to go. الاثر اللي كان موجود في المضارع بقى موجود فين؟ فالتصليح اللي تم في المضارع هيتم فين؟ انا كنت صلحت العربيه فكانت جاهزه للمشيات. فهمت كده وجهه النظر؟ المضارع التام هو الماضي التام بس في الماضي. معايا كده على الخط والنقطه دي نمسحها بسرعه. المهم نرجع لوظيفتنا تاني. انا مش عايز اخرج عن السياق، انا بشرح الماضي التام، مش عايز اخرج عن السياق. لاحظ معايا انا لخصت لحد دلوقتي في كام؟ في 3 نقاط اساسيه. فاضل نقطتين وابقى خلصت الوحده دي. يعني انا هلخصها لكم تقريبا في 5 أو في 6 نقاط، اللي هو لو جه سؤال من الدرس ده مش هيخرج عن ال5 نقاط دول ان شاء الله يعني. نرجع تاني لمين؟ النقطه دي متعلقه بافتر وبيفور برضه، بس سبتها لوحدها كده عشان اقارنهم بكلمه اسمها هافينج. هافينج دي تخيلها بالظبط كده، تخيلها بالظبط كده بتساوي مين؟ افتر. يعني كاني بقول بعد، كاني بقول بالظبط بعد. المهم افتر احنا اتفقنا بيجي وراها ماضي تام، وبفور اتفقنا بيجي وراها ماضي بسيط. حلو قوي. الماضي البسيط والماضي التام بيبداوا بفاعل ثم فعل ومش عارف ايه وبتاع. حذف الفاعل، حذف الفاعل. ساره هاد بلايد، ساره بلايد، حذف ساره. مش عارفين مين اللي لعب دلوقتي. حذف الفعل يا باشا، فعل مضاف له ان على طول كانه حرف جر، كانك بتتعامل مع حرف جر. يبقى افتر بلاينج، بيفور بلاينج. يقول لك ايه بقى؟ هافينج بتساوي مين؟ افتر، ولكن لا ياتي بعدها ان جي. هي اصلا يقال ان فيها ان جي بس مش عشان ده السبب يعني. المهم
لا ياتي بعدها ان جي. فهنا هنقول هافينج بلاي، هنقول افتر بلاينج، عفوا هنقول افتر بلاينج وبيفور بلاينج، انما هنا هنقول التصريف الثالث. يبقى ايه الفرق بين هافينج من غير الفاعل وبيفور وافتر من غير الفاعل؟ ان بيفور وافتر اي ان جي، اما هافينج اي دي. فدي نقطه من النقاط المهمه جدا في البتنجان. طيب حلو قوي، دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه، لاحظ معايا احنا بنحاول ان ايه زي ما قلت لك ان انا مهما تكثر النقاط طالما عرفت احجمها، خلاص كده الموضوع ملموم مهما كانوا كتير. المهم طيب النقطة رقم 5 نقطة نو. طبعا زي ما قلت لك انا جايب لك النقاط اللي عليها خلاف واللي وارد جدا انها تيجي في الامتحان تضايقنا، فحتى لو انت مش عارف اي حاجة هتاخد يا باشا النقاط وتبصمجها يعني. بس النقطة اللي هو ولا يهمك، اتفضل. لو الفعل شاء ناخد اللي هو في النقطة اللي بالراحة، ناخد بيفور ولا افتر؟ جدع، سؤال جميل. هنرجع تاني، حاضر. هو هنا بيسأل دلوقتي يا مستر، انت لما حذفت الفاعل قلت لي الاثنين جم وراهم ايه؟ اي ان جي، وانا اختار مين؟ سؤال وجيه فعلا. ما انت بقى ركز معايا، انا لما قلت لك في افتر قلت لك بيجي وراها ماضي تام ثم ماضي بسيط، اما قلت لك في بيفور بيجي وراها ماضي بسيط ثم. فلو انت دلوقتي هتختار اي ان جي وهتختار ماضي تام ما ينفعش تجيب افتر. ليه ما ينفعش تجيب افتر؟ لان افتر وراها ماضي تام، فلو هنا ماضي تام وافتر كان المفروض وراها ماضي تام، كده في 2 ماضي تام في الجمله. يعني ايه؟ بالراحه، تعالى نتخيل ان افتر ده اهي بتساوي مين؟ بتساوي هاد، وهيجي وراها هاد. فانت لو مثلا قال لك في الجمله نقط بلاينج ساره هاد ايت، بعد اللعب ساره ايه؟ كلب. تعالى نتخيل ان انت هنا هتختار افتر او بيفور. لو كتبت افتر كانك حطيت ايه في الجمله؟ هاد. في الناحيه الثانيه ايه؟ ما ينفعش 2 هاد في الجمله، يبقى هنا بيفور. طب مسح هاد. اذا دلوقتي لو حطيت بيفور، ركز بقى في الحته دي، لو حطيت بيفور ده معناه ايه؟ ان بيفور بتساوي اي دي، وهنا اي دي يبقى 2 اي دي تنفع. ولو حطيت افتر ده معناه انك حطيت هاد، فهتبقى هاد واي دي تنفع. هنا في الحاله دي الاثنين ينفعوا. ثاني كلام كبير ده. طب وانا دي ولا دي؟ على حسب المعنى. في بيفور لو جبت اي دي مع اي دي يبقى تسلسل احداث. طب ما ادانيش جمله ثالثه تدل انها تسلسل احداث، تقوم واخد افتر وتبقى هاد مع اي دي. معايا كده في الخط ديت؟ فهي نقطه فعلا مهمه، وجهه نظر. اتمنى تكونوا فهمتوا الحته دي. نقولها تاني، لو سرحان ما تلكش دعوه بحد. لو سرحان نقولها تاني، تمام؟ انت مالك مبتهجه في ايه؟ الشرح بيضحك ولا انا اللي مناخيري كبرت ولا ايه؟ مركزي معانا، مش فاهمه حاجه اقول. المهم اما لو بدات تفكري ان كده اخر المطبخ فخلاص كده مش مهم بقى الكلام ده كله، واروح اشتري كرومب لامي وبتاع، خلاص مش هتفرق بقى خلاص، واستسلمت للواقع، مفيش مشكله، لا حرج عليكي. المهم نرجع تاني لمين يا باشا؟ نو سونر ما فيهاش مشكله. نو سونر الى حد ما فيهاش مشكله. ليه؟ كلمه عاديه جدا، بنجيب الفاعل هاد نو سونر ايتن، مفيش اي مشكله. طب ايه بقى مشكلتهم؟ ايه مشكله نو سونر والكلمات اللي على شكلاتها؟ اي ظرف، خدها قاعده ثابته اهو، اي ظرف جاي في الجمله هنا ما بيسببش اي مشاكل. مشكله الظرف ايه؟ نو سونر، هارد، سكيرسلي، اي نيفر، اي ظرف مشكلته لما يجي في اول الجمله. ايه اللي حصل هنا؟ المفروض ان انا اكتب ساره هاد ايتن، ده الطبيعي عادي مفيش مشكله. لا، يقول لك معلش خليها لي بس هاد ساره ايتن. طب ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان نو سونر لما جه في الاول كظرف بتنجان غير ايه؟ غير السياق. طب المفروض دي يا مستر ثانيه، مش دي صيغه السؤال ان هاد تيجي في الاول؟ معلش، وحط لي نقطه، ما هيش سؤال. يعني هو عمل ايه هنا؟ ودنك منين؟ اهي، لا اهي، وانت فاهم؟ هي الناحيه الثانيه، وبرضه حط لي ايه؟ نقطه. فمشكله النقطه دي مع ان نو سونر لما بتيجي في الجمله بتحولها لصيغه سؤال. فهو يجي يقول لك كده
نو سونر نقط، ودي وارد جدا 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 انها تيجي، بس مش هنا. هو بيستغل النقطه ده اهي في الوحده الجايه. يعني اصلا النقطه دي تبع الوحده دي، بس هو بيستغلها في الوحده الجايه. هترخم شويه بس هنقولها تاني في الوحده الجايه ان شاء الله وانا بقارن ما بينهم. المهم فهو نو سونر بتعمل ايه في الجمله او اي ظرف؟ نيفر، نو سونر، هاردلي، سكيرسلي، اي ظرف طالما اتحط في الاول اللي وراها مش جمله، اللي وراها سؤال. بس هي دي اللي حطها لي في دماغك، اللي ورا نو سونر سؤال، الا انها تيجي في النص عادي كده، مفيش اي حاجه اتغيرت، ما تاثرش بشيلنج. فدي النقطه رقم 5. نو سونر. يبقى تاني ايه ال5 نقاط اللي اتقالوا؟ ان باي زائد زمن ماضي تام، بيفور ماضي بسيط، وافتر ماضي تام، وين وانتل فرقنا ما بينهم، انتل معاها الجمله المنفيه، وين على حسب سياق المعنى. 4 جبنا نو سونر، وقلنا انها لما بتيجي في الاول اللي وراها صيغه سؤال. 5 قلنا النقطه بتاعت هافينج بيجي وراها التصريف الثالث، وبيفور وافتر بيجي وراهم اي ان جي، وفرقنا تحديدا بيفور بتساوي هاد، وافتر بيفور بتساوي ماضي بسيط، وافتر بتساوي هاد. فدي ماضي تام ودي ماضي بسيط. وضحنا النقطه دي. 5 نقاط. لو هيجي سؤال من هذه الوحده من هذا الدرس مش هيخرج عن ال5 نقاط دول. فزي ما قلت لك طالما احنا بنتعامل مع قاعده مهما اتسعت يعني مهما اتسع حجمها، حتى لو المستطيل اكبر، طالما قاعده لها اول ولها اخر انت في السليم. العياط امتى؟ السنه الجايه لما تخش الجامعه وما تلاقيش المستر، فما تلاقيش مناهج، ولا انت عارف تلخص، ولا انت عارف تذاكر. بالظبط بقى. يعني ايه؟ انت عايز تذاكر بس مش لاقي حاجه تذاكرها، ومفيش حد يلخص لك، فهتضطر للاسف تضطر انك تروح تاخد كورسات. وتعرف بقى ان احنا هنا كنا بنديك ببلاش، انك هتسمع ارقام من 3 اصفار اقل حاجه، يعني انت تسمع ارقام فلكيه. فربنا يعينكم يعني. فحاول انك تتعلم النقطه دي دلوقتي. النقطه رقم 6 دي برضه عشان خاطر سعيد صعب عليا، لان انا كنت هقولها واجري بس لا هقف عندها. انا لما شرحت لكم المضارع التام قلت لكم ان المضارع التام هاف والتصريف الثالث، والمضارع التام المستمر اللي هو هاف بين والاي ان جي. يبقى مثلا اي هاف مثلا فيكسد اهي، انا صلحت العربيه، واي هاف بين فيكسنج اهي، انا عمال بصلح في العربيه. هنا ات از ريدي، انها جاهزه للايه؟ للرحله. هنا اي ام اول اويل، انا جسمي كله متعاص ايه؟ زيت، لان الحدث لسه شغال. افرض بقى اهو شال از وحط ايه؟ واز. هنا الاثر بقى في الماضي، فالمضارع التام يتحول لايه؟ لماضي تام. نفس الكلام مع المضارع التام المستمر. لو الاثر اللي عندك ده بقى ايه؟ بقى في الماضي، اصبح ان بدل المضارع تام مستمر ماضي تام مستمر، هاد بين ولاين جي. فالمضارع التام اخوه الماضي التام، والمضارع التام المستمر اخوه الماضي التام المستمر، هم اخوات. لو ما فهمتش دي استنى عشان اللي جاي بعدها لسه، عشان نبقى كله بقى ولا تلومن الا نفسك. المهم نكمل. يقول لك ايه؟ لو تفتكروا معايا برضو كنت قلت لكم الجمله بتاعت ايه؟ لما يذكر عدد كنا بناخد المضارع التام اللي هو مثلا ايه؟ اي هاف ريد، انا قرات 3 بوكس، قرات 3 كتب. ولما يقول لك ايه؟ لو لسه بيقرا اي هاف بين ريدنج، انا لسه بقرا مثلا بوكس، اي هاف بين ريدنج بوكس اول داي، انا بقرا كتب ايه؟ طول اليوم. لو راح جايب لك علامه هنا ان الحدث ده انتهى، يعني قال لك ايه؟ انا قرات 3 كتب، ويقول لك ايه؟ it was fantastic، وقد كانت رائعه. يبقى الحدث انتهى، يبقى had read. I had been reading books all day، انا بقرا كتب ايه؟ yesterday، طول اليوم امبارح كنت بقرا كتب. فقلبها من دلوقتي لامبارح، فتقلب من have been المضارع التام المستمر اخو المضارع التام المستمر اهو، اخوه الماضي التام المستمر. دي مقارنه طبعا عشان تفهمها لازم ترجع تفتكر الاول الوحده الاولى. فلو لقيت الفيديو ربنا يوفقك، لو ما لقيتوش يعني مش عارف بقى تعمل الصراحه، مش هتلاقي له مساحته. يا لهوي انا شديد قعدت مني.
المهم نرجع لنقطتنا تاني. بس شايف بقى الست نقاط دول او السبع نقاط دول، الوحده الثانيه الدرس الاول باذن الله ربنا يحوشها. الوحده الثانيه الدرس الاول لو جه منه سؤال مش هيخرج عن الست نقاط دول. كده انت خلاص ضمنت ان معاك 6 نقاط في الاغلب جاي لك منهم سؤال. بنسبه 99% جاي لك منهم سؤال. ايه؟ هنيجي يوم الاثنين نعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. هنسمع الوحده الثانيه. انا ما رضيتش بقى اسمعها النهارده على ما اكون بس فهمت القاعده. هنسمع الوحده الثانيه، هسال في القاعده الست نقاط دول هسال فيهم واحل رسمي بقى الوحده ايه؟ الوحده الثانيه ككلمات اللي هي صفحه 8. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هحل مثلا 10 15 جمله على الكلمات، هم كلهم 30 جمله، وهحل على القاعده 10 جمل برضه، يعني هحل جزء من هنا وجزء من هنا. بس بما ان سيبنا يوم الاحد فما تنساليش البراجرافات، ما تكسلش في عمل البراجرافات. البراجراف موجود في صفحه 15، واحد بيتكلم عن distinguish دور المرأة في المجتمع. يا اخي الواحد يا ذنوب مصرين نخلينا نتنمر عنها. يلا حصل خير. وبيقول لك دي سينك، استنى الباراجراف لا لهم دور يا راجل. بيقول لك دي سينك ذات زير ارض ميريتس، وهل تعتقد ان في عيوب لشغل المرأة ولا لا؟ يعني اعتقد ده في باب واسع تكتب فيه.